بصي يا ست الكل، لو عايزة طاجن دجاج في الفرن بطعم حار ولذيذ وصوص متسبك يجنن، تعالي أقولك الطريقة الصح. أول حاجة، نجهز الدجاج والخضار. صدور الدجاج المتقطعة، نقطع البصل والطماطم والفلفل الرومي والفلفل الأخضر ونحطهم في بولة كبيرة. نضيف معجون الطماطم والشطة والخل، وبعدها نحط الملح والبهارات المشكلة والفلفل الأسود والكركم والأوريجانو والثوم وزيت الزيتون. نقلب كل المكونات كويس جدا لحد ما الدجاج يتغلف بالتتبيلة والخضار. نحط الخليط في طاجن وندخله فرن سخن على 180 درجة، ونغطيه في الأول لحد ما الدجاج يستوي. بعد ما يستوي نشيل الغطا ونسيبه يتحمر وياخد لون حلو ويتسبك الصوص. نقدم طاجن الدجاج سخن مع الرز، وطعمه حار وشهي وهيعجب كل البيت. وبالهنا والشفا. كان معاكم تيسير أبو دهب.